السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شايفين صينية البطاطس وجمالها؟ حاجة كده جميلة جدا بطعم وريحة في منتهى الجمال، بتركات جميلة جدا. فضلا وليس امرا، لو اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك دعم ليا لو عجبكم الفيديو. اتفضلوا معايا نشوف الطريقة عملناها ازاي. نبدأ بسم الله. معايا كيلو من البطاطس، ومعايا 3/4 كيلو من الطماطم، ومعايا بصلاية متقطعة كده. طبعا هفرمها معايا مع الطماطم. ببدأ بقطع الطماطم بتاعتي، بنضفها، بشيل الحتة اللي هي في نص الطماطمايه ديت، اللي هو العنقود بتاع الطماطم. بحط معايا البصلايه و3/4 كده كوبايه من الميه، خليها قطع كده اهوت بالشكل ده، مش لازم ان احنا نصفيها، بتبقى جميله جدا يا جماعه. بنزل بالطماطم بتاعتي بعد ما اتعصرت بالشكل ده كده، ومعايا معلقه من صلصه الطماطم علشان تديني لون بس للطماطم، يعني ما نكترش صلصه. تمام. معايا التوابل بتاعتي، نص معلقه من الفلفل الاسمر، ربع معلقه من جوز الطيب، ربع معلقه من الشطه الناعمه، وممكن نستبدلها بفلفل اخضر حراق يدينا بس ايه حموان بسيط جدا لصينيه البطاطس. ومعايا كمان مكعب من مرقه الدجاج، بفرك معايا مكعب مرقه الدجاج كده، وبنزل بالتوابل بتاعتي وبقلب معايا بالشكل ده كده، وبنزل بزيت، وبظبط الملح بتاعي. حطيت معايا معلقتين صغيرين من الملح، طبعا على حسب نوعيه الملح بتاعك بتظبطيه. تمام، مفيش مقياس معين للملح يا جماعه. بقلب معايا كده كويس جدا، وبنزل معايا بالبطاطس بتاعتي. ده كيلو من البطاطس مقطعاه شرايح كده متوسطه. وبنزل معايا كمان بنص كوبايه من الميه ديت حاطه في البطرمان اللي كان فيه الصلصه، وبقلب معايا كويس جدا صينيه البطاطس بتاعتي كده، بقلبها علشان كل مكوناتي تختلط مع بعضها. تمام. وبحاول ان انا بسويها كده اهوت، وبخلي البطاطس كلها متغطيه بالصلصه والتوابل الجميله اللي عليها. تمام. وبرفعها على النار معايا على العين بتاعه البوتاجاز، تقعد 10 دقايق. وفي اثناء لمده ال10 دقايق بكون مولعه الفرن بتاعي مسخناه، وبدخل صينيه البطاطس الجميله بتاعتي في الفرن لغايه ما تستوي معايا، ولما تطلع ان شاء الله نشوفها مع بعض يا جماعه. وبكده صينيه البطاطس بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله، واخده لون جميل جدا وريحه في منتهى الجمال وطعم جميل جدا، من غير لحمه ومن غير فراخ. جميله جدا يا جماعه، عجبت كل اللي دقها. اتمنى لو الطريقه عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك دعم منكم للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.